السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخواني الجدد والقدوم على قناتكم قناة عالم الطيور. إخواني، معكم أخوكم هارون، عدنا والعودة أحمد بإذن الله. موضوعنا اليوم هو أسس إنتاج حسون في السلاكة. إخواني، اليوم راح نعطيكم بروتوكول صحيح باش ننجحوا في إنتاج المقنين في السلاكة، أي لافوليير، اللي هي احسن طريقه تقرب الطير للطبيعه وتخلي اللياقه البدنيه تاعو طالعه وتكون الصحه نتاعو جيده باذن الله. اولا، كيفاش نجهزوا السلاكه تاعنا؟ مساحه، لازم تكون السلاكه واسعه نوعا ما، على الاقل تكون متر ونصف على متر في العرض، باش الطير تاعنا يلقى راحته ويطير براحه وبدون حواجز. تأتيت، اي واش نوضعوا لداخل، اي باش نجهزوا هذه السلاكه تاعنا. نديروا بعض اغصان الشجر، اي اغصان طبيعيه مثل السرو او الزكوكو في الزوايا، وبذلك نموه الاعشاش تاعنا فيها، لان المقنين يحب يتخبى ويبني العش تاعو في بلاصه العاليه والمستوره. النظافه، ركزوا على النظافه اخواني، من الاكل والمشارب تاعهم، باذن الله هكذا الطير تاعنا يلقى راحته ويلقى صحته. نديروهم المشارب والماكل من برا باش ما تقلقش الطيور تاعك، ما تبقاش داخل خارج كي جيت تبدل الماكله ولا تبدل الماء تاعهم. كيف نختاروا الازواج تاعنا؟ توافق، لازم يكونوا الذكور تاعنا متوافقين مع الاناث، اي نخلي الذكور والاناث يختاروا بعضهم. الذكر اللي يغني بقوة لازم يكون شوية مروزي، هو اللي راح يوجد الأول التزوج. والعدد، نركزوا تاني على العدد في هذا الموضوع. تقدر دير ذكر مع أنثى أو ذكر مع أنثتين، هذا هو الأفضل لضمان الحنانة والتربية عند الأنثى. وكاين اللي يدير ذكر مع 3 إناث، وهذا نوعا ما خطأ. بصح هنايا لازم تبقى تعس، اذا صرا شي جار اسكو نبدل هذه الفومه لا نجيب وحده خلاف، وهذا ما يدخل المربي في دوامه. النظام الغذائي، نظام الغذائي تاعنا باش نحفزوا الطيور، نركزوا على البذور. لازم تكون عندنا خلطه من البذور، مثل بذور النيجر وبذور الشيا وبذور القمب وبذور زريعه الكيف، بذور اللفت، البراقة، البيرية، عباد الشمس. بروتينات، ركزوا على البيض، لأن البيض المغلي يكون غني بالبروتين. نقدروا نعطيهم مرتين في الأسبوع مع شوية كالسيوم مرحي. والكالسيوم مرحي إخواني لا يخفى عليكم أنه موجود في عظم السيبيا. نقدروا نعطيهم عسل حر باش نزيدوهم شوية الطاقة وشوية الخصوبة. الأعشاش إخواني، نركزوا تاني على التمويه تاعهم، نعلقوها في بلايص نوعا ما عالية، أي متر ونصف على الأقل، باش ما يكونوش في كما نقولوا ما يكونوش ديرونجيين من المربي. ونوفروهم مواد تعشيش كما القطن، الخيوط، الفيلاس، حتى الأعشاب اليابسة من البرية نضعوها عادي في الأرض، أن المقنين يبني بها العش تاعو. وعندنا نصائح ذهبية بإذن الله للنجاح، وهي الاستحمام والتشميس. الدوش لازم يكون يومي وبالماء نظيف، أي نبدلو الماء تاعنا يوميا. والشمس لازم تكون مقابلة في السلاكة تاعنا. الصبر إخواني، لازم المربي يكون صبور، لأن الصبر هو مفتاح الإنتاج بإذن الله. إذا شت المقني نتاعك طول ما بيضش
ولا مازال ما تزاوجش، ما تقلقش اخي. كاين مقارنة تبدا في مارس، وكاين اللي تبدا في افريل، وكاين اللي تبدا في ماي، وكاين اللي تبدا في جوان، وكاين حتى اللي تبدا في اوت، على حساب مكان السلاكة ودرجة الحرارة تاعها بيان سور، وعلى حساب الامان والازعاج وامور مختلفة. الرمل اخواني نضع شوية رمل البحر في أرضية السلاكة، ولازم يكون جاف، والأرضية تاعنا لازم تكون جافة، وبهذا نتجنب الأمراض المعدية، وبالأخص الأمراض المعوية، لأن الأرضية الأرضية اللي تكون فيها الماء تكاثر فيها البكتيريا، وبهذا تكون سلبية على طيورنا خوتي. وفي الختام، السر في إنتاج في السلاكة هو الأمان والتغذية الطبيعية. التغذية الطبيعية اللي تركز بالأخص على النباتات البرية، خلي الطيور تعيش في طبيعتها، ونقدموا لها النباتات البرية مثل التفاف والحريق والشلاضة، بإذن الله ننجو. وبالتوفيق لكل مرب.